أوه. عرفي لنا المرحومة سهى. الوسط أنا شهد الشمري. اليسار سجا. سجا. يعني انت جزء من الحالة العراقية، جزء من أبناء هذا الوطن. كل شخص فقد عزيز وفقد غالي وفقد أخ وفقد أخت وفقد أب وأم وابن. اليوم يجوز الشارع والجمهور العراقي والمتابع لشهد الشمري يشوف فقط الجزء المشرق، جزء الفرح والسعادة والوناسة اللي عاشتها شهد الشمري، ما يعرف أنه أكو حالة أيضا مأساوية، حالها حال بقية الناس. طبعا أشكر والدتك اللي كلفتها بهذا الموضوع وجابت لي الصور. أكيد ما يسعدنا أنه تكونين بهذا الحال وتستذكرين أخواتك اللي فقدتيهم، لكن هذه بعد حياتنا احنا العراقيين وتعودنا على هذا الشيء. وأيضا نريد يعني بنفس الوقت الجمهور يتابع ويعرف بعض التفاصيل عن شهد الشمري. حكينا عن الحادثة، حكينا عن قصة سجا وسهى. سجا الكبيرة، سهى الصغيرة. بداية الحرب بال2003 راحوا لبيت خالتي. تعرف أغلب الناس طلعوا وخافوا من الظروف الصعبة. احنا كنا 3 بنات، أني وسجا وسهى، فطلعوا وراحوا البيت خالتي بالديوانية. ابنها بحضنها، كبيرة متزوجة، صغيرة لا بالابتدائية. راحوا لقضاء الكفل أو الشفل. فمن رايحين بالطريق شافوهم الأمريكان. أنت مو وياهم؟ أنا مو وياهم. بسبب؟ السبب أنا متعلقة كلش بوالدتي، هي كانت تخاف على ابنها. قالت أنتم ببغداد راح يهجموها الأمريكان، سبحان الله. أنا راح أخلص أروح. سبحان الله. يعني فأبقوا أنتم موتون، أنا ما أجي وياكم. فشافوهم الأمريكان وضربوهم ضرب عشوائي بالطريق كلهم، هي وابنها وابن خالتي وولد عمها 4. عائلة واحدة؟ كلهم. كم شخص راح بهاي الحادثة؟ 8 شهداء، من ضمنهم أختك، خواتك 2 وابن أختك. ضربوهم الأمريكان وإحنا ما نعرف، الأرضيات انقطعت تماماً الخطوط. إحنا ما نعرف هم وصلوا بيت خالتي أو لا. بقينا 14 يوم ندور عليهم. آخر شي رحنا لبيت خالتي، قالوا ما أجونا، لا هم ولا ابن خالتي عبد الله يرحمه. بقينا ندور ما بين الديوانية، ما بين قضاء الكفل، ما بين المشخاب، ما بين غماس، ما بين ألم، حرمان، معاناة. أهلك ما تعرف وين أنت. آخر شيء الأمريكان ضاربيهم بالغلط، توقعوهم فدائيين صدام أو هيك شيء بوقتها. فقعد الصبح الفلاح شافهم كلهم ميتين وأمنهم دفنهم. سبحان الله. فأجينا لقينا يعني ما نريد نفتح الجروح، لكن جزء أيضا يعني قلت لك من الحالة العراقية أنت. أكيد إحنا يعني حالنا حال العوائل. تحدثت قبل شوية أنه بالإعلام إحنا نطلع بهذا المظهر، لكن حياتنا الطبيعية أكيد. مثل حالي من حال كل العراقيين وحالي من حال كل البشر. يعني ندعي لهم بالرحمة إن شاء الله والخلود، والله يصبركم. بس اللي أحب أقوله أحمد، هذا دليل على أنه إحنا حالنا حال بقية الناس. كل بيت عراقي فقد شهيد أو شهيدة أو أب أو أخ أو إحنا مو عوائل مسترخية. المظاهر دائما خداعة،
اللي راح من عندنا مو شوية. يلا مشاهدينا الكرام خلونا نروح الفاصل ونرجع.